في وقت العالم كله بيدور فيه عن حلول للأمن الغذائي وزيادة الصادرات، مصر بتفتح باب جديد ممكن يغير شكل سوق الدواجن. اللي حصل مش مجرد خبر اقتصادي عادي، لكنه خطوة بتكشف عن تحول أكبر في طريقة تفكير الدولة في ملف الصادرات، وخصوصا في قطاع الدواجن. مصر بدأت فعليا في التوسع في تصدير بيض المائدة، ومع عودة العراق لفتح باب الاستيراد من دول مختلفة ظهر اسم مصر كأحد أبرز المرشحين لدخول السوق بقوة. بس ليه البيض بالذات؟ لأنه ببساطة الإنتاج المحلي في مصر وصل لمرحلة فائض، يعني الكمية المنتجة أكبر من احتياج السوق الداخلي، وده فتح الباب إن الفائض يتحول لعملة صعبة بدل ما يفضل راكد. خبراء القطاع أكدوا إن مصر عندها ميزة تنافسية واضحة، جودة كويسة وسعر مناسب وقدرة إنتاج ضخمة، وده كله بيخلي المنتج المصري قادر ينافس في الأسواق العربية بسهولة، خصوصا في دول عندها طلب متزايد على الغذاء زي العراق. لكن الأهم هنا إن التصدير مش بيجي على حساب المواطن. المعدل اللي شغالة حاليا واضحة، السوق المحلي أولا وبعدها التصدير، يعني مفيش خوف من نقص او ارتفاعات كبيره في الاسعار، لان الكميات المصدره محسوبه بدقه وبتطلع من الفائض. بس من ناحيه تانية الخطوه دي ليها تاثير اقتصادي مهم جدا، في زياده في حصيله الدولار ودعم لصناعه الدواجن وتشغيل اكبر للمزارع والمصانع، والاهم انها بتثبت ان المنتج المصري بدا يخرج من مرحله الاكتفاء المحلي الى المنافسه الاقليميه. في النهايه اللي بيحصل في ملف البيض ممكن يكون بدايه لمرحله اكبر من تصدير المنتجات الغذائيه المصريه، وده معناه ان الطبق المصري ممكن يبقى قريب على الموائد في دول عربيه كتيره جدا.